هي مصطلح يستخدم لوصف حالة من الفخر والسعادة الشديدة الناتجة عن إنجاز أو تفوق أو اعتراف من الآخرين. يعتبر هذا المصطلح جزءا من سلوكيات الشخصية النرجسية، حيث يشير إلى الشعور المفرط بالثقة والنفس والفخر بالذات. بعض السمات الرئيسية للنشوة النرجسية تشمل: أولا، الفخر المفرط بالذات. يشعر الشخص النرجسي بالفخر والثقة الشديدة بقدراته وإنجازاته، ويعتبر نفسه فوق العادة ومميزا بشكل استثنائي. ثانيا، السعادة والراحة النفسية. يشعر الشخص النرجسي بالسعادة والرضا الشديد عندما يحصل على اعتراف أو تقدير أو نجاح يؤكد قيمته وتميزه. ثالثا، التباهي والتفاخر. قد يميل الشخص النرجسي إلى التباهي والتفاخر بإنجازاته ومواهبه وقدراته بشكل مفرط، ويحاول إثبات تفوقه للآخرين. رابعا، التحيز الذاتي. يمكن أن تؤدي النشوة النرجسية إلى تحيز شديد للذات، حيث يرى الشخص النرجسي نفسه الأفضل والأكثر قدرة. خامسا، الاهتمام بالصورة الذاتية. يسعى الشخص النرجسي دائما للحفاظ على صورة إيجابية للذات، ويهتم كيفية ينظر إليه من قبل الآخرين. يجب ملاحظة أن النشوة النرجسية ليست بالضرورة سلبية، فقد يكون لدينا جميعا بعض اللحظات من النشوة والسعادة الشديدة عندما نحقق أهدافنا أو نحصل على إعجاب من الآخرين. ومع ذلك قد تكون النشوة النرجسية مشكلة عندما تصبح مفرطة وتؤثر على العلاقات والتفاعلات الاجتماعية بشكل سلبي.